بداية كده يا جماعة، أنا قليل الأدب. علشان ما تضيعوش وقتكم، أنا ما شمتش ريحة الرباية أساسا. لما وصلنا لفكرة برنامجنا السنة دي وقررنا إني هواجه الضيف وش لوش، ده ما كانش قرار سهل، كان لازم له ترتيبات وتحضيرات كتيرة وكبيرة أوي. أولها الاستوديو اللي صورنا فيه ده في دبي، وده أكبر استوديو في الشرق الأوسط، مساحته 2400 متر، يعني بالظبط كأنك بتصور في الاستاد. ده فيه تحت المسرح اللي احنا فوقيه مدينة تانية، خلية نحل، كل واحد عارف دوره بينفذه بمنتهى الدقة، لأن مفيش مجال لأي غلطة. الغلطة عندنا تمنها غالي أوي. ده بقى موضوع كبير أوي. ده جواه جهاز روبوت من أسبانيا، والميكانيزم بتاعه اتصنع واتجمع في انجلترا وتركب واتنصب في دبي. يعني المخ اسباني والعضلات انجليزي والملعب اماراتي. وبعد ما حلينا كل المشاكل وجاوبنا على كل الأسئلة، فضل السؤال الأصعب: هقعد جنب الضيف ازاي؟ الحقيقة ما كانش قدامنا، وتم تصنيع الماسك في أمريكا. ومن نوادر البرنامج اللي مش هنساها اللحظة اللي كنت بمسك فيها بندقية البينت بول. الحقيقة كنت بتحول لصائد غزلان محترف بيبحث عن فريسته ويلوش في أي جت قصاده. علشان كده بقدم اعتذار لأي حد جاله تسلخات بسببي. كان انا اصلا لو عملت مجهود ممكن اموت. لما تموت هنبعت الظرف بتاع الفلوس للورثة. رامز على MBC مصر. رمضان يجمعنا.